حاضر يا نوره، جايه اهو. والله يا نوره لا خليكي تقعدي على الكاتشب، وحبيبي القلب اللي انت رايحه تقابليه نخليه يضحك عليك والناس كلها في الشارع تضحك عليك. اتصرف ازاي بس دلوقتي؟ ما ينفعش ان انا اتقعد على الكرسي ده هيبقى شكلها وحش قوي قدام عادل. واحط لها كمان الكاتشب على ظهر الكرسي عشان ظهرها كله يتبهدل، واخلي عادل حبيب القلب يضحك عليها. بقى انت بتعصبك عليا؟ ماشي. ايه يا عادل انت فين؟ انا سليمة خلاص لبستني. طيب بالله ما تتأخر بقى عشان انا زهقت من القعدة. طيب ماشي يلا مستنياك. سلام. ايه ده يا هدى؟ انت مدخله الكرسي بالمشقلب ليه كده؟ ابدا يا حبيبتي، بس عشان انت عارفه ان الباب ضيق فقلت ادخله كده بالطريقه دي. انا عارفه ماشي. خلصت بقى مع حبيب القلب؟ جاي في الطريق. ايوه يا عم خلياله. يلا بس بقى يلا عشان هو اهو. خلاص اهو بسرعه تعالي يلا. استني يا نور، بقول لك يا مرات بابا، روحي افتحي انت العادل وسيبي نور انا قاعده على الكرسي. ليه يا حبيبتي وانا قصرت معاها ولا ايه؟ وبعدين ايه مرات بابا دي؟ ما تقولي لي يا ماما احسن. طب يا ماما لو سمحتي اتفضلي روحي انت افتحي العادل وسيبي نور انا قاعده، كمان عايزه اظبط لها الميك اب. لا خلاص يا ماما روحي انتي وانتي ماشي وظبطي الميك اب والنبي. يلا يا ماما يلا يلا افتحي العادل. يلا يلا يا ماما. حاضر يا حبيبتي. انتي بتعملي ايه؟ بفتح لك بس الكرسي قبل ما تقعدي عليه يا نور. تعالي بقى يلا يا نورة، اقعدي كده على مهلك. ازيك يا هدى عامله ايه؟ ازيك يا عادل؟ الحمد لله كويس. انا عارفه يا اخويا خطبتها على ايه المشلوله دي. انا نفسي افهم بس انت يعني ليه مش بتحبيها؟ لا حباها ولا طايقاها خلاص. على فكره انا ما برضاش اقول لها ان انت بتتكلمي معايا باسلوب وحش عليها. لا يا اخويا روح قول لها، هخاف منك ولا منها يعني؟ انا مش جاي اوقع الدنيا ببعضها. اتفضل يا اخويا اتفضل. ماشي. اتفضل اتفضل. بقول لك يا عادل، ابو يا اخويا هات لخطيبتك كده شويه هدوم وظبطها، احسن الهدوم بتاعتها كلها بقت بقع وكاتشب وحاجه تقرف. والكاتشب ده جاي منين بقى ان شاء الله؟ ما اعرفش والنبي يا اخويا، ده انا بقول لك يعني بس كده بظبط لها شويه هدوم. طيب لو سمحت اندهلي. حاضر. عايز حاجه تانية؟ لا شكرا. حبيب القلب مستنيكي يا حلوه. ازيك يا عادل عامل ايه؟ الحمد لله يا سليمه. هي يا نور عامله ايه ازيك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد ايه لله. التأخير ده كله؟ معلش. انت كويسه يا سليمه؟ الحمد لله. الحمد لله. هسيبكم بقى قاعدين مع بعض. ماشي يا سليمه. انت ايه اللي مقعدك مع مرات ابوك الحربايه دي؟ انت مستحملها ازاي يا بنتي؟ والله العظيم دي مش بتحبك. لا يا عادل ما تقولش كده، على فكرة هي طيبة قوي. هي بتطلع منها شوية حاجات مجنونة بس طيبة وبتحبني، ما شفتش منها حاجة. انا بجد. طب بس عشان واقفه وراكي. في ايه واقفه تتصنط علينا ولا ايه؟ ابدا يا حبيبي، اعمل لكم حاجه تشربوها؟ لا نشرب. ما نشربش، انا مش هشرب حاجه من ايدك. ليه يا عادل؟ ايه ده يا عادل؟ يا عادل ما يصحش كده. طب لو سمحت يا هدى، لو سمحت يعني معلش انا اسف، ممكن تسيبيني انا وخطيبتي لوحدي؟ طب هدى هاتيلي انا معلش كوباية مية. من عينيا الاتنين يا قمر. حبيبتي. ميه ايه ميه ايه؟ ما تشربيش منها حاجه. ليه؟ انا باكل وبشرب وعايشة وما حصليش حاجة. والله العظيم وقسما بالله مش بتحبك. لا بتحبني. يمكن هي بتتضايق مني ساعات عشان انا بتقل عليها في طلبات. خلي بالك انا خايف عليكي. طلبات ايه وزفت ايه؟ بقول لك ما تشربيش حاجه من ايديها. شالتني في وقت ما حدش شالني فيه عادل، ما ينفعش. بتخدمني وبتوديني وبتجيبني وبتلبسني، ما ينفعش. انا مش مستغني عنك، افهمي اللي عايز اقوله لك. انت عايزه دلوقتي يعني اعمل معاها ايه؟ اضربها؟ اتخانق معاها؟ ما شفتش منها حاجه. بقول لك يا نوره، انا هنزل اقعد تحت اجيب ابوكي، وعشان انا لازم احكي له شويه حاجات وبعد كده هطلع لك. يا عادل. عادل ايه بقى؟ بقول لك ايه، بعد كده انت ما تمديش ايدك على حاجتنا انا ونوره، لا تحط لنا اكل ولا ميه ولا اي حاجه. ليه يا بنتي؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ اللي حصل انت ليكي عين تتكلمي. على فكره انا شفتك وانت بتحطي كاتشب لنوره في الكرسي، بجد انا مش عارفه انت ليه بتعملي كده. كنت هتستفادي ايه لما عادل يشوفها بشكل مش كويس؟ بصي يا بنتي، انا فعلا الاول ما كنتش بحبها، بس دلوقتي ربنا يعلم انا بحبها قد ايه، وبجد انا معتبراها بنتي، واللي فات ده كوم واللي جاي كوم. يا ريت تثقي فيا، بجد انا بحبكم. اثق فيكي إيه بعد اللي انت عملتيه ده؟ انا استحاله اثق فيكي. مش بعيد اصلا كل الكلام ده يكون كده او يكون تمثيليه من التمثيليات بتاعتك. والله العظيم ابدا،
ثقي فيا المره دي، ولو حصل حاجه تانية ابقى اعملي الست اللي بتعمليه. بجد انا ابتديت ان انا احبها وبحبك انت كمان، انتوا بناتي وما اقدرش استغنى عنكم. والله يا ريت كلامك ده يبقى صح. انا هديكي اخر فرصه، بس اقسم بالله دي اخر فرصه. لو شفت لك اي حاجه تاني بعد كده انا اللي هوقف لك. والله ما هيحصل اي حاجه، والله ما هيحصل. انا بجد بحبها جدا يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا مستعده ان انا اخدمها بعينيا الاثنين. حقك عليا وسامحيني على كل اللي فات، وخلينا نبتدي صفحه جديده. خلاص ماشي، يلا تعالي قدام. يلا يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي، جبت لك الميه. تسلمي لي يا ماما هدى. اتفضلي. بالهنا والشفا يا حبيبتي. تسلمي لي. بقول لك ايه يا نوره، بصي يا حبيبتي، اللي فات مات واحنا ولاد النهارده، ولو انا كنت زعلتك بجمله من غير قصد سامحيني وحقك عليا. انت فعلا بنتي، مش زي بنتي، انت بنتي بالفعل، واللي هتطلبيه من عينيا الاثنين. انا مش فاهمه حاجه يا ماما. طب هو انت بتزعليني في ايه؟ بالعكس، ده انا تعباكي. بتجيبي لي الكرسي وتدخليني الحمام وتلبسيني وتجيبي لي الاكل، يعني انا اللي هم على قلبك. انت اللي تزعليني في ايه؟ بالعكس، ده انا لو قعدت عمري كله ارد لك اللي انت عملتيه معايا مش هعرف. كلامك ده كله فوق دماغي من فوق، انا بقول لك لو من غير قصد. لا يا ماما، انا مش زعلانه منك في حاجه، بس هو في حاجه؟ لا يا حبيبتي، ما فيش اي حاجه، كل اللي هيجي ان شاء الله خير وفرح وهنا. ان شاء الله. والف الف مليون مبروك، وربنا يهنيكوا يا رب ويسعدك. ان شاء الله. حبيبتي.